الرهانات في الاستوديوهات بتاعتنا عمرها ما بتخيب مع الضيوف، واللي معظمها كله بيحلق في الاخر او يعزم زمايله على اكله سمك. انا يوسف فهمي العميد. طول عمر الكابتن مدحت شلبي كان بيقول حاجات ويراهن عليها عشان يسخن المشاهد بتاعه، عشان يفضل متابع النتائج لحد اخرها ويشوف هل فعلا كلامه طلع صح ولا خايب. بس ما حدش كان بيراجع وراه عشان ما كانش في حد بيسجله غير محمد نصر. وبعدها ظهر الكابتن رضا عبد العال في كاس العالم 2018 ورجع زمن المراهنات تاني. ومن يوم ما ابراهيم فايق راهن ان مصر هتوصل لدور الثمانيه في كاس العالم، راح رضا عبد العال همم عليه بجسمه وقال له انا بقول لك ان مصر مش هتجيب ولا نقطه وهتطلع حصلت المجموعه. ومن هنا الكابتن رضا عبد العال ظهر على الساحه بقوه وبقى يعمل اعلانات فيجيبوه تاني ويعملوه معامله الاخطبوط بول كرينو بتاع كاس العالم 2010 اللي كان بيتنبأ بكل حاجه هتحصل في كاس العالم ده. وحتى لو توقعات الكابتن رضا عبد العال ما طلعتش صح كان بيفضل يعمل كده عشان يتعمل عليه كوميكس ويفضل دايما موجود على الساحه. اللي تكسبه العب شو ما بيقولوا كده. ومن بعده جه الكابتن جمال عبد الحميد وحب يمشي ورا الموضه وراهن ان الزمالك هياخد الدوري ساعتها، وختم كلامه وقال ان لو ده ما حصلش يبقى هو ما بيفهمش كوره والاهلي خد الدوري. بس القنوات بقت تجيبه تاني وبقى مبسوط انه اصبح رمز الرهانات الخسرانه ولسه مكمل بيها. بس كله كوم والكابتن طارق السيد كوم تاني، لان هو الوحيد اللي عارف الدوري ريحته ايه. من الاخر لو عايز تبقى ضيف دايم في الاستوديوهات فالجأ للرهانات، حتى لو خيشت طول عمرها بتجيب مع الناس. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر رهان سمعته في الاستوديوهات التحليليه بتاعتنا وكنت عارف ان صاحبها قالها وهو قاصد عشان بس يبقى ترند.